إذا جيت عند النوم مهما كان مرضك اجمع يديك هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كل ليلة يفعل هذا حتى في مرض وفاة. تقول ما كان يرفع يديه من شدة المرض، فكنت أمسح نيابة عنه صلى الله وسلم عليه. يجمع يديه هكذا. الروايتان المشهورة أنه ينفث أولا قبل القراءة 3 مرات، ثم يقرأ قل هو الله أحد كاملة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قالت فيمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسمه وما استطاع من بدنه. هذا قبل النوم. سبحان الله، يفعل ذلك 3 مرات يكررها. كل الأمراض من أسباب شفائها أن تفعل هذا عند النوم، وحتى لو كنت سليما افعل هذا، لا تغفل عنه. رجاء أبوك أخوك أمك من في بيتك انصحهم به. هذه السنة ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم.